انت استنى. استنى، هاخد منك تذكار. موضوعنا اليوم عن الكاتب الراحل وحيد حامد، وليه تبرأ من الفيلم اللي اختلف تماما عن وضعه للسيناريو اللي كتبه للفيلم. سنروي لكم تفاصيل شرح الفيلم وإيه الأسباب من رفض وحيد حامد والبطل حسين فهمي في وضع أساميهم وتبرؤهم من الفيلم. بداية الحكاية إن المؤلف وحيد حامد لم يضع اسمه على تترات قصائص العشاق بسبب كتر التعديلات. وقال وحيد حامد عن فيلم قصائص العشاق إنه فيلم كويس جدا، وكان يتمنى إنه يعاد إخراجه زي ما كتبه في السيناريو. الفيلم في العرض الخاص كان 59 دقيقة، لم يكتمل تصويره ولم يتم أساسا تصويره في أماكنه الطبيعية. كل مشاهده نفذت على طريقة قص ولزق وغير مكتملة. وقال أنا ما شفتش العرض في سينما روفلي، ولكن طلبت عرض خاص بمفردي قبل ما يشوفوا أي حد، لأني قلت لهم أشوف الفيلم الأول، وكان المنتج موجود. وحيد حامد لم يقدم أي تنازلات، فمن حق المؤلف إنه يوقف العمل في حالة الخروج عن السيناريو. لكنه بعد ما شاف الفيلم زعل جدا وقال هو ده السيناريو اللي أنا اديتهولكم؟ فقالوا لأ، بس شركة الإنتاج هاني جرجس فوزي صرفت أموال كتيرة، ده اللي خلاه في حيرة. ممكن أغلس عليهم وأبقى وحش جدا معاهم وأمنع الفيلم من عرضه، لكن قلت لأ، ممكن ينجح ويحقق أرباح زي ما نجح فيلم إسماعيلية رايح جاي. وقتها ما كانش معاهم فلوس لاستكماله، ومع ذلك نجح الفيلم نجاحا ساحقا. المهم قلت لهم اعرضوا الفيلم زي ما تحبوا، الفيلم بكده أصبح لا ينتمي ليه، لكن احذفوا اسم من التترات. وقد كان المخرج سعيد مرزوق مصر على موقفه من عدم استكمال التصوير، ونبيل عبيد هي التي كانت المتضررة الأولى من هذا الوضع. هددت باللجوء إلى القضاء في حال عدم وصول المنتج والمخرج إلى اتفاق حول الموعد الجديد لاستكمال الفيلم المتوقف. أحداث الفيلم اللي عرض في 2003 بتدور حول ناهد عفيفي، الراقصة المشهورة اللي بتعاني من أزمة بترتبط بمهنتها، بتفتقد علاقات حب متوازنة، فتسعى لإقامة عشرات العلاقات العابرة، وفي نهاية كل علاقة بتحصل على قصاصة من ملابس الرجل الذي كان معها لتصنيع مفرش من هذه القصصات. بتذهب إلى مدينة الغردقة، بتلتقي هناك مصطفى رجل الأعمال والذي يدعى إنه من دولة عربية، مصطحب معاه زوجته الفتاة الشابة رشا. بتعرف ناهد إن هذه الفتاة هي زوجة مصطفى. بتفلح ناهد في جذب مصطفى ليها، وبتحصل على قصاصة من ملابسه. بتقع في حبه رغم زواجه. بيحاول أبناء مصطفى إبعاده عن ناهد، لكنه بيتصدى ليهم ثم يطلق زوجته. في القاهرة بيذهب مصطفى للقاء ناهد، فيفاجأ بالمفرش المكون من قصاصات ملابس الرجال، فيشعل النار في المفرش وبياخد ناهد بين أحضانه. الفيلم فشل فشلا ذريعا في القاعات السينمائية بسبب ضعف الإقبال الجماهيري عليه، فيما طالب حسين فهمي برفع اسمه هو الآخر أسوة بوحيد حامد، واللي قال إن نبيل عبيد قد تدخلت لوضع اسمها في المكان الأعلى على الملصق، كما جعلت المخرج يغير في السيناريو بحيث يبدو دورها هو الأبرز.